ازيكم يا حبايب قلبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير على طول وفي احسن حال. هنعمل بقى النهارده احلى كوارع واحلى شوربة كوارع واحلى فتة، والطريقة فظيعة هتعجبكم جدا جدا. احب اشكر بقى كل حبايب قلبي اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوة زيهم كده، بس عايزة بقى التحميسات تيجي اكتر. تعالوا بقى مع بعض نشوف الطريقة عاملة ازاي. هنا معايا الكوارع اهي، غسلتها كويس جدا وفضلت نقعاها بليمون كده وخل ومش عارفة ايه، بس عشان بقى يحوش الزفارة اللي فيها ديت حطيت عليها شوية قرفة كده اللي هما ناعمين. وكان برضك معايا وانا بنزل اهوت هنزلها، ومعايا اللهم صل على النبي بصلاية وطماطماية وشوية فلفل اسمر وعود قرفة وورق لورا تقريبا. لا، ما كانش في ورق لورا، تصدقوا ما كانش موجود عندي، باين ما كانش موجود عندي. هنا بقى هسيبها كده، يا المية كانت غليت احطها بقى في المية اللي هي تاخد غلوتين بس وتنزل كده، يعني الزفرة بتاعتها برضو كان انا حطها كده وما كانش فيها اي زفرة خالص والله، ولا كان ريحتها، كانت ريحتها حلوة جدا بشوية القرفة والليمون وملح وسكر وخل. الحب شفتوا بقى الريم اللي هي عاملاه. انا كده بقى هروح اشطفها بقى شطفة حلوة خالص، اغسلها تاني واقوم بقى غسل الحلة برضو، وحتى بقى هتشوفوا الوقت انا عملتها كده. حطيت حتة زبدة اشوحها فيها برضو اكني بشوح اللحمة كده، الفراخ. هو ده لونها دلوقتي، هي مش بتتسوى، يا دوبك بس تنزليها كده تاخد صدمة، يعني قصدي تنزل كده الزفورة اللي فيها، تنزل الريم، اي حاجة بقى وحشة فيها بتقوم منزلها على طول. احب بقى كل حبايب قلبي اللي ما حطوليش لايك يحطه، وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي. اشتركوا في القناة اوعوا تدوسوا على زر الجرس من غير ما تشتركوا في القناة. هنا بقى قطعت طماطمية، طماطميتين كده، ايوه طماطمية كبيرة او طماطميتين صغيرين، قطعت طماطميتين صغيرين. واحط برضك بصلة. هنا بقى اللي انا بعملها ديت الشوربة اللي هي هتتشرب يعني بقى منها، المية التانية انا رميتها، اللي هي خدت غلوة فيها دي أنا رميتها وغسلتها تاني حلو جدا. انا كده بقى برفع الحلة، بقلبها كده بالحلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا حطيت رشة كمون. انا بحب يا جماعة ادخل الكمون في اي اكل. ودي فلفل اسمر. مش هحط بقى الملح الا ما تستوي خالص كده، اقوم حاطه لها الملح واسيبها تاخد غلوة كده مع الملح. لكن انا مش هحط لها الملح عشان الملح بيخليها تغيب في السوا. ازودها بقى مية سخنة، كنت بحط مية من السخان. المفروض اصلا بعد التشويحة ديت ما تحطلهاش بقى مية ساقعة، لانها تغيبها في السوا كمان، وهي كانت صغيرة فما خدتش معايا سوا كتير. شايفين بقى يا جماعة بقى منظر المرقة بتاعتها خطيرة. ان شاء الله اتمنى من كل حبايب قلبي ان هم يجربوها. بحط لها ميه كتير لانها بتاخد ميه، بتشرب ميه عشان تستوي. تعالوا بقى نعمل بقى مع بعض الصلصة. هنا بتاعة الفتة، هنا حبة زيت اهما، تحط فيهم برضو كام فص توم كده. هقلب بقى التوم كويس لحد ما لونه يصفر كده معايا.
لقيت الزيت قليل فزودت كمان شوية. هي ما شاء الله يعني كانت فظيعة والله يا جماعة، كانت الصلصة بتاعتها حلوة جدا. بطفي بقى التوم كده بندعة خل كده. حطيت شوية كزبرة الأول، اديها تقليبة كده مع التوم. حطيت بقى شوية خل كده، كانت الخل خلص. بفكرني اجيب ازازة يا جماعة. هنا بقى الطماطم اهيت. هسيبها كده بقى مع نفسها، مش هتاخد اي حاجة يعني. بس حطيت لها الاول رشة فلفل اسمر، واحط لها برضك ملح. دي هتستوي قبل الكوارع بكتير، لاني عملتها بعدها برضك، يعني هي مش تاخد حاجة الصلصة دي خالص. حطيت ملح برضك اهوت. هغطي عليها بقى وكده ايه واسيبها براحتها. كنت مهديه عليها النار خالص. كده بقى كانت الكوارع طلعت، كانت دايبة دوب. دهنتها صلصة اللي هي كنت عاملاها، اللي انا كنت بعملها الوقت معاكم كانت خلصت. وحطيت كده دهنت الكوارع صلصة، واحطها بقى في الفرن. وخلوا بالكوا يا حبايب قلبي، لو هتقلوها على البوتاجاز مش هتحطوا عليها الصلصة، هتحمروها كده على البوتاجاز، تغطوا عليها كويس جدا وتطفوا النار لو هتقلبوها. انا كنت حاطاه كنت سامعة بلاوي والله. هنا بقى العيش كده حمصته، حطيت عليه معلقتين سمنة بلدي وحمصته كده في الفرن. وحطيت عليه برضك شوية صلصة. ودي شوربة الكوارع، حطيتها برضك عليه اللي هو طر العيش بس مش قوي، اخليه برضك مقرمش كده بس، يعني مش مقرمش قوي اللي هو يبقى يضايق اي حد، وبرضك فيه مش اللي هو طري ومعاك. كنت عاملة صينية عملاقة. انزل بقى بالعيش كده، بالرز قصدي على العيش. احلى فتة يا جماعة والله. لو في حد ما بيحبش اللي هي الفتة بالصلصة، ممكن تعملي نفس الخطوات ديت، مش لازم تحطي صلصة. ومش لازم برضك تدهني الكوارع صلصة، تحطي حمريها، حمريها على النار. انا برضك بحط على الرز حبة صلصة كده، واحط برضك حبة شوربة، عشان تحسي اللي كلها كده ايه، يعني كله تست واحد كده، مش اللي هو يعني في حاجة كده مختلفة عن التانية. اتمنى بقى من كل حبايب قلبي ما ينسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب يا حبايب قلبي، دوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. وشوفوا عايزين مني ايه تاني وانا اعمله لكم يا حبايبي. احلى شوربة. اسيبكم في رعاية الله وامنه. مع السلامة.